ده الاب، دي الام، ودي البنت. لو دول عندهم مشاكل اوتوماتيكلي البنت بتتشد في المشاكل دي. لو البنت اتشدت في المشاكل دي هتبقى يا اما هتاخد دور هتقف مع الام، ففي هذه الحاله هتبقى مديه ظهرها للاب، او تبقى مع الاب تدي ظهرها للام. بس وهي واقفه كده هي كده كانها بتواجه، كانها بتبروتكت الام وبتواجه الاب. يعني انت ممكن تشوفيها باي شكل انت عايزاه، بس في النهايه لو هي she's protecting the mother او protecting the father، في كل الاحوال هي ايه؟ هي واخده صف حد قدام التاني. ده اسوأ مكان للاولاد. مفيش مكان اسوأ للاولاد من المكان ده. ليه؟ لانهم على طول هيبقى عندهم شعور بالذنب. لو انا واخده صف امي فانا مذنبه ناحيه بابايا، لو واخده صف بابايا مذنبه ناحيه امي. وايفنشولي اللي بيحصل ان الطفل ده في الاول بيبقى واخد صف حد، ولما بيكبر ياخد صف حد تاني، زي ما تكون unconsciously بيحاول يعوض الحته دي. فكتير ناس تيجي تقول لي ايه، انا كنت بحب امي قوي وفجاه لما كبرت اكتشفت ان هي وحشه قوي وبقيت بحب بابايا. بس في كل الاحوال في جلد انفولد، في دايما ذنب، شعور بالذنب موجود. انما الطفل طول ما الطفل العلاقه اللي بين الام والاب كويسه، فالطفل قادر يبص عليهم وياخد منهم هما الاثنين. طبعا لو احنا تخيلنا المنظر ده، كل ما الام والاب قربوا من بعض شويه، الطفل وهو واقف قادر يشوفهم في الفيو بتاعه هما الاثنين. انما كل ما الام والاب بيبعدوا، الطفل عشان يشوفهم لازم يرجع ورا اكتر. فكل ما بقى في جاب بين الاب والام، كل ما الاطفال غصب عنهم محتاجين يرجعوا ورا سنه عشان ما ياخدوش صف حد قدام حد. الجاب دي ممكن الام والاب يبقوا قريبين ده ميتافوريكلي، بس مش شرط يكونوا متجوزين او لسه مرتبطين ببعض كأم وأب، بس في بينهم احترام. سوري، مش مرتبطين ببعض كزوج وزوجة، بس في بينهم احترام. فالطفل ساعتها قادر ان هو يشوفهم في الفيو بتاعه من غير ما يضطر يبعد بعيد.